بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اذكروا لا إله بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وشفيع يوم القيامة. تمام، احنا رجعنا لكم بفيديو جديد وروتين جديد يا جماعة عن الطيور. تمام، اللي هنتكلم فيه النهاردة يا جماعة مش على الطيور خالص خالص خالص، ملوش دعوة بالفراخ بتاعتي نهائي. تمام، طب اول اللي انت هتكلمنا فيها يا محمد هقول لكم يا جماعة. تمام، طبعا ابن عمي طلع يصور فهو ده كله تصوير يا جماعة، مش تصوير انا. تمام، انا بتكلم بس. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. يا جماعة الستات او الرجالة مدخلين دورات فراخ بيضة. يا جماعة انا بقولها لكم اهو، اللي مدخلين دورة فراخ بيضة يا ريت يا ريت يا جماعة محدش يحط الفراخ البيضة جنب البط. دورة الفراخ البيضة ما ينفعش جنب البط. تمام، ما ينفعش جنب البط. ليه يا محمد؟ يا جماعة دورة الفراخ البيضة، الدورة البيضة يا جماعة مناعتها ضعيفة، وبالذات احنا في شتاء. ضعيفة ازاي يا جماعة؟ ممكن بتستقبل اي عدوى. لو حد عطس في وشها واحد، يعني انا لو عطست في وشها تتعب. تمام، فكله يحذر من الموضوع ده. وما ينفعش ان انا احط الفراخ في اوضه زي كده 10 فراخ في اوضه كبيره زي دي وما لسه ما عدوش ال20 يوم او التلات او ال25 يوم. تمام، ليه؟ ان بيبقى سنهم لسه صغير واحط لهم لمبه واحده. تمام، فلازما زي مكان زي كده زي الاوضه اللي انا واقف فيها دي، لازما على الاقل بتاع ده، اللهم صل على النبي، لازما على الاقل احطهم هنا بلمبتين مش لمبه واحده. تمام، واحنا في جو شتاء. ما ينفعش يا جماعه ابقى مدي فرق كده بين الخشبه دي، يعني الفراخ البيضه جوه كده. تمام، في القضا دي هنقول الفراخ البيضه في القضا دي، واحط هنا البط كده. ما ينفعش يا جماعه، البط بيشيل. البط من طبيعته هو بيبقى بيمرض كتير. تمام، طب ما هو بيمرض يا محمد، ده هو البط بيمرض يا جماعه. البط بيشيل فيروسات، بس مناعه البط شديده جدا جدا، شديده بعبط. تمام، فمش هينفع ان احنا نحط الاتنين جنب بعض. تمام، طب هنعمل ايه؟ حطيناهم في قفص بقيتها زي دي، هاي كبيره بسم الله ما شاء الله، تاخد 15 كتكوت. معاك 15 كتكوت يقعدوا فيها 20 يوم بالظبط، 15 يوم. تمام، عندي واحده زي دي هنقل من هنا شويه اقسمهم في دي. تمام، عندي واحده صغيره جوه، عندي واحده اختي دي يا جماعه صغيره جوه احط فيها. عندي بسم الله ما شاء الله سلاكه كبيره زي دي كده اهي، الله اكبر. التلات ادوار يشيلوا معايا كل دور بلمبه. تمام، اهو حالة اهي كمان. لسه ابن عمي برضه مصورها، انا لسه واخد بالي دلوقتي. شوفوا يا جماعه الفراخ دي برضه بردت، فلازما يا جماعه نخلي بالنا، بالذات في اليومين دول. اليومين دول هوا صعبين جدا 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 جدا، اقسم بالله ربنا يسترها علينا، ربنا يسترها علينا بجد يا جماعه، اقسم بالله ربنا يسترها علينا. يعني انا هوريكم، شايفين الهوا؟ شايفين منظر السماء يا جماعه؟ يعني الجو صعب اقسم بالله يا جماعه، الجو صعب صعب صعب. ربنا يستر علينا بجد بجد بجد. اليومين دول يا جماعه، اليومين دول مش هيخلص الا بعد شهر 2. تمام، اوحش شهرين في السنه هو 1 و2 في الجو بتاعهم، 1 و2 بامانه. انا لو عليا انا عايز ابيع الطيور لحد ما 1 و2 يخلصوا. تمام، بس مش هين عليا ان انا اطلع فراخ الفراخ كلها. انا مش هين عليا ان انا اطلع الفراخ كلها. هتيجي طب مش منضف لهم؟ ليه؟ ما انا مش منضف لهم يا جماعه عشان البرد. عامة الارض دي بتترش لهم فيها جري يا جماعه. الجير من كتر الهواء بيطير. الجير من كتر الهواء ما بيدخل العشه بيطير. اقفل يا جماعه، انا شادد مشمعات، العشه كلها مشمع، يعني الجنب اللي هناك ده كله مشمع.
القشرة الصغيرة بتاع الرومي مشمع. فكله يحذر يا جماعة، كله يحذر ويخلوا باله اليومين دول من البرد والشتاء وكده. ونحاول نعمل وصفات أعشاب، نحاول نعمل أعشاب. تمام. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى أعمل لكم برضو خلطة أعشاب، وهطلع أحطها لكم للفراخ بتاعتي الكبيرة. دي حاجة، الفراخ بتاعتي الكبيرة أعشاب. محدش يبخل يا جماعة عن فراخه بأعشاب، يحط لها علاج مضاد حيوي، حط لهم. متقلقوش، الفراخ يا جماعة عاوزة تبيض. انا الفراخ بتاعتي عاوزة تبيض اهي، فرخة واقفة، الفراخ واقفة كمشانة. هنزل اخلي ابن عمي يروح يجيب لهم علاج ويرجع. تمام. انا اقول لكم انا بصراحة اقول لكم غير كده يكون الفيديو تقدروا تستفيدوا منه. تمام. وان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى عملي، كل حاجه هوريها لكم ازاي. بس ان شاء الله لما اجيب الكتاكيت عشان اقدر ان انا اعملها لكم زي ما بقول لكم كده. متنسوش بقى تحطوا لايك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.